السلام عليكم صحباتي وحباباتي وخواتاتي، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم تشاهدوا هذا الفيديو جديد على القناه. طبعا غادي نشارك معكم اي حاجه كتكون عندي تنشاركها معكم. واليوم جيتكم بواحد الزفاف او عرس مغربي تقليدي شعبي من الباديه، من ولاد سعيد. العروسه ديالنا من ولاد سعيد ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا حنا يلا جينا من عند الكوافوره، غادي نبيها ان شاء الله العروبيه لولاد سعيد. مهم بقاو معنا حتى الاخير باش تعرفوا على العادات ديالهم والتقاليد، يعني شنو يديروا في العرس ديالهم وكل شيء. مهم بديت لكم منه وغادي نساليوه ان شاء الله في السطات. فتبعوا معايا الفيديو، ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركش. وشكرا جزيلا على المتابعه.
من بين العادات ديالهم ان الدهاز ديال العروسه كله خاصو يتحل وكدوزو هي من الفوق من عنقها ويهبط لها لتحت حدا رجليها. قالك هذا باش كتولد العروسه يعني ما كتجيش عاكره. المهم هادو عاداتهم ماشي داكشي باذن الله، ولكن كتبقى العادات والتقاليد ديالهم هما هادو. والسيده اللي كتكون كتحل لها الدهاز كتكون سيده اللي كتضحك وكتبقى تجبد باللبسه او بالحاجه وتتهضر عليها وتضحك. مهم كيكون واحد الجو ديال النشاط والضحك. هادشي اللي كاين صافي. المهم بقاو معايا، الفيديو راه زوين غيعجبكم، غير بقاو معنا حتى الاخير. ليها الحوايج صافي كيديروهم كتجمعوهم في الباليزه. المهم ديال اللحظه الصعيبه ديال العروسه غادي تمشي، كيكون خوها هو اللي مخرجها، والعريس كيكون حاط لها في البلغه ديالها 50 درهم ولا 100 درهم. المهم هو شحال باغي يحط لها في البلغه كتبقى لابساها حتى للدار وكتاخذها هي. كتمشي العروسه الاهل ديالها كيدخلوا باش يصايبوا لها الفطور، كيوجدوا الفطور اللي غادي نديو ان شاء الله غدا في الصباح. المهم كل وحده شنو كدير. هاد واحد الرغيف ان شاء الله من القدام غادي نشاركو معاكم. كيجيو لذاذ وساهلين، يعني ما كياخذوش شي وقت وما كياخذوش حتى شي مقادير اللي هي كثيره، كيجيو مورقين ولذاذ بزاف. ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. وعاد باش كاين اللي كيصايب الملوي. المهم كل واحد وشنو تيوجد. وهذا هما الاجواء ديال العرس الشعبي 100%. فبقاو معنا للاخير، قلت لكم راه باقي كلشي غيعجبكم، غير تبعونا وبقاو معايا حتى الاخر.
وهذا هو فطور العروسه من بعد ما وجد. كما كتلاحظوا هادو من الرغايف كيجيو على هذا الشكل، كيدير ليهم العسل وكيتزينوا اما باش ما بغيتو زنجلان، اللوز، الكاوكاو. المهم اللي عندكم، هذا الملوي، الخنفره، البيض مسلوق، الفاكهه او كيقول لهم في العربيه تيقولوا السلعه، يعني فيها التمر، اللوز، الكركاع، المهم فاكهه كامله وصافي، والحلوى. وكديو معاهم حتى الطياب، كديو معاهم المناضه، الخبز. المهم هادشي كيمشي من ناحيه الماكله. ومن ناحيه المواعن، راه كدي المواعن ديال الكوزينه كاملين من اصل زيت، كلشي كتدي كتشريه العروسه عاد باش تدي معاها الفراش، الكوفرليات، عاش الكادوات بوحدهم ضروري من الباليزه تتشريها العروسه تديها معاها، هي اللي كتجمع فيها حوايجها. المهم هادو هما يعني هذا هو الفطور ديال العروسه وصافي.
ودابا جا وقت انهم يفرقوا الفطور ديال العروسه على عائله العريس وعلى الناس اللي جاو في الفطور. كلشي كيذوق من الفطور ديال العروسه. المهم كل البيض راه كما شفتوا راه نقاوه وقسموه. المهم كلشي غناكلو يعني كياكلوا من كلشي، من الفاكهه، من اي حاجه جابوها في الفطور كتكال، وكيبقى اللحم ولا الدجاج داك اللي تجاب كيبقاو حتى الغدا وعاش كياكلوه. وهنايا خواتاتي من بعد ما كدوز واحد 7 ايام كيجي وقت الحزام. هنا راه دازت 7 ايام على العرس. جا وقت الحزام كيجيبوا عائله العروسه هما اللي تيجيبوا الرفيسه، يعني تيجيبوها اما يجيبوها مصايبه ولا الا كانوا بحال هكا بعاد كيجيبوا معاهم المسمن مصايب، وكتبقى غير الدجاج داكشي كيطيبوه عند دار العريس. مهم قصريه هي هذه. ودابا 7 ايام وهذه هي العروسه ديالنا. راه كتفرق علينا الحنه والسواك، وكترشنا بالريحه، وكيحطوا حتى الكحل ومرايه. يعني هادو هما اللي كيحطوا في 7 ايام ديال العروسه. خاص كل شيء اللي جاو مع اللي كاين في الدار ولا العائله ديالها اللي جابوا الرفيسه كل شيء كحل ويدير شويه السواك ويديروا الحنه وكيرجعوا يشطحوا ثاني. مهم خواتاتي كانوا هادو هما اجواء الزفاف او العرس المغربي الشعبي اللي بديناه لكم من ولاد سعيد، من الباديه ولاد سعيد، وكملناه في سطات. نتمنى يا ربي ان الاعجاب ديالكم. مهم كنا بغينا نديروا لها عرس كبير، ولكن نظرا لهاد الظروف اللي حنا فيها فاحتفلنا بها وما صيفطناهاش بلاش. مهم احتفلنا بها وفرحنا بها. الله يكمل عليها والله يسعدها والله يسعد اي واحد. يعني اي واحد تاود زوجو الله يسعدهم ويكمل عليهم يا ربي. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى فيديو قادم وما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك في القناه اللي بقى مشتركش. وشكرا جزيلا على المتابعه.